لهذا السبب لم يحضر الملك محمد السادس حفل افتتاح المونديال. قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات إن عدم حضور الملك محمد السادس بخصوص حفل افتتاح كأس العالم بقطر هو كون أن المملكة تعاملت مع مسألة افتتاح هذا الحدث الكروي بمنطق، حيث أن تمثيلية الدول تكون بمستويات أخرى من المسؤولين وليس رئيس الدولة فقط، وبالتالي فالمغرب سيكون ممثلا بمستوى معين من الممثلين، وبحسب المتحدث فتسجيل الحضور من خلال مستوى تمثيلية أعلى يكون وفق مصالح ومشاورات مع المنظمين، ويتم الاتفاق فيه على أجندة وبرنامج وموضوع مشترك وأشياء قابلة للتنفيذ، وليس الذهاب من أجل الحديث وإعطاء انطباع بعدم وجود عزلة سياسية، وهو الأمر الذي سقط فيه النظام الجزائري، بحيث إن تحرك رئيس هذه الأخيرة دليل على وجود عزلة سياسية لبلده. وخلص الشيات إلى التأكيد على أن المغرب ليس في وضعية عزلة، وأن الملك محمد السادس ليس في حاجة لمثل هذه المناسبات من أجل الحديث إلى أمير قطر أو ولي عهد السعودي والرئيس التركي أو غيرهم، بل لديه دبلوماسية واعية وتصورات وقضايا واقعية وعملية يطرحها في وقتها المناسب. يضيف ذات المتحدث أن حضور الرئيس التركي وولي عهد السعودية هو أمر طبيعي لعدة اعتبارات، مضيفا أن الأمر غير الطبيعي هو حضور الرئيس الجزائري الذي يحاول فك الحصار والعزلة السياسية على بلاده عبر محاولة إعطاء انطباع أن الجزائر حاضرة في كل مكان ومجال. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.